قلت ما بديش ادبسها يومها، كل مره بتدبسني يوم من نفسي كده يريحوني يوم، مش كل يوم انا اللي اعمل. ربنا طبعا يخليهم ليا ولادي طبعا، يعني ما كانوش هما يساعدوني منها يساعدني. خليكي لنا يا ماما. خليكي يا امير. هننضف بقى الفرخه مع بعض دلوقتي ولسه هتعملها محلول ناعم بقى، ليمون ودقيق دلوقتي بس وملح. بنضفها مكان الريشه. ما بحطش على الفراخ اللي هسلقها خل، لان بصراحه الخل بيخلي الفراخ بتكون زبره وكمان ما يبقاش لها طعم. بحط بس على الفراخ اللي انا هشويها. في ناس بتقولك بيسرع تسويتها. لا يا سيدي كده بتستوي، ده الفراخ البيضاء دي ما بتاخدش حاجه. انتوا بتحبوا الدماغ ولا شو؟ لا شيليها ما بحبهاش. الحاجه غاليه جدا والاسعار النهارده نار. بقى الفراخ جبت ايه؟ 85. 85 جنيه. الفراخ ده قطعت كام؟ قطعت 178 جنيه. صراحه يعني الاسعار غاليه جدا يا جماعه، ربنا يلطف بينا. الطماطم ب 30 جنيه في السوق. 30. ربطه الخضره ب 8 جنيه، عشان يعني نعمل اقل اكله كده وتكلف 300 جنيه. بصراحه يعني ربنا يلطف بعبيده، ربنا يلطف بالناس الغلابه والله بجد بالامان. طبعا هسافر اميره تنضف الفرخه بقى براحتها، واروح انا عشان اقور البتنجان. عندي شويه بتنجان كده قلت بقى مقورهم بدل ما يبوظوا خساره في التلاجة. ملك مساك راح جاب لي التليفون وجه ظبطتهم كده على الحله عشان ما يفتش مني بتنجان متقور. بقى على الحله اللي انا بحشي فيها بجيب البتنجان والرز، بعمل على قد الحله بالظبط. ممكن ارمي بتنجانتين كده على وش الحله، ما بيحصلهاش حاجه يعني. هقعد دلوقتي اقور كده واجهز، وبعد كده نشوف هنعمل مع بعض. وهنا بقى يا جماعه ماما بتغسل اهوت البتنجان بعد ما قورناه. صغير وزهقنا بالتوابل، بس انا احلى حاجه البتنجان الصغير، ما بحبش البتنجان الكبير في المحشي عامه. كده بقى غسلنا البتنجان اهوت بعد ما قورناه. وانا هنا برضو عملت خلطه المحشي زي ما انتم شايفين. قطعت الخضره وحطيت الصلصه اللي انا سبكتها معاكم على الرز وقلبت كله مع بعضه. وكده بقى هنبتدي نعبي البتنجان. استنوا برضه هوريكم الفرخه. وهنا بقى كده الفرخه هي برضه بتستوي. انا بحب الفراخ تبقى مستويه شويه، مبحبهاش تبقى بتشد كده، فانا سايباها تستوي شويه كده كمان. وبعد كده هنطلعها هنصور بقى او هوريكم واحنا بنعبي البتنجان. هنا بقى ماما بتعبي البتنجان اهو. بعبي كده، وبعد كده ببدا ارص عشان اظبط الحل. بتنجانه بقى للبنات المبتدئه ما بتتمليش قوي على الاخر. بتضطر كده وتسيبي نص عقله صبع كده على بال ما يعلى، عشان الرز بيكتر في البتنجان. عشان الرز ما يطلعش بالبتنجان. ليه بقى؟ عشان الرز يستوي كمان. بتضطري، لكن لو زكنتيها وكتمتيها الرز ما بيستويش. لا ما بيستوي. عشان برضو تبقوا معلومات كده انت عارفينها على الطير كده. طبعا كلهم ستات بيوت شطار وامارات. احنا بنتكلم بقى انا زعلانه منكم وعمشوا تكتبوا لها كومنتات حلوه. ما عادش نسيتوني خالص. بتحطوا لايكات جميله كده منكم. لا بيرفع الفيديو، ما بياخدش من وقتكم حاجه. خشوا اتفرجوا على الفيديو وما تحطوش اللايك. واتمنى الناس اللي بتكتب كومنتات سلبيه يعني القناه والله يعني احنا بنشجع بعض ونساعد بعض، فبلاش الكومنتات اللي انتوا بتكتبوها دي. وعشان اعرف ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو لحد الاخر هتشوفوا المقطع دوت في الفيديو، تكتبوا لي بتنجان في التعليقات كده هعرف ان انتوا وصلتوا لنص الفيديو. مستنياكم. زي ما انتم شايفين في ناس بتحط البتنجان كده يعني بترميه بطريقه عشوائيه كده. لا بتنيمه في الحله، لكن احنا بنوقفه عشان طبعا احنا بنرص البتنجان. لو في شويه ميه ولا حاجه في الحله بس بيستووا كده برضه يا ماما. بيستووا كده التاني يبقى افضل عشان ما يعجنش. الطبقه بتبقى معجنه وما بتبقى موجوده عليها مش عارفه بصراحه، انا عملتها مره قبل كده برضه رميته بطريقه عشوائيه كده واستوى، كان جميل بصراحه. هو استوى لكن انت بقللي له ميه وسبتيه لحد ما تشرب. وبعد كده الراجل بتاع غزل البنات دوت بقى كتير مجال. فكرنا بايام زمان، احلى ايام حياتنا، ايام غزل البنات. بتاع غزل البنات. عشان ما تطولش عليهم الفيديو بقى خلاص اقعد اقور بقى كمان مع ماما. لا احشني قصدي نحشي مع بعض لخبطت. وبعد كده بقى نوريكم بعد ما رصينا الحل.
وهنا بقى يا جماعة هنحط المحشي على الصينية. احسن لحظة في حياتي. يلا يا ماما. بسم الله. وعشان احسن لحظة في حياتي فانا باكل اول ما المحشي قربي وقربوا من العظمة. اديني كده الكاميرا. شوفوا المحشي ولا كلمة. برخة دي مين اللي هياكلها يا ماما؟ انت. والليمون المعصفر بتاع امي. انا كده هشبع النهارده زي ما انتم ما شايفين كده. جمدان. الجناح ده يخصني، محدش يمد ايده عليه. ماشي.